فكرة إن دايما لما كنت بسمع عن قصة نجاح حد كنت بحس إن الكلام اللي بيتقال إنه مجرد كلام بديهي، وإن سر النجاح نفسه مخفي ومش هعرفه غير لما أوصل لنهاية الطريق. فساعتها كنت مضطر إن أبدأ في رحلتي عشان أعرفه. والنهاردة بس وبعد أكتر من 6 سنين من رحلتي قررت أحكي عن التفاصيل اللي ناقص اللي محدش حكاها عشان أنت توصل أسرع ونتقابل في نهاية الطريق. النجاح وتحقيق الأهداف والكلام ده كله بالنسبة لي مجرد كلام يتسمع بس مش واقعي، أو يمكن عشان لما كنت ببص في قصص الناس اللي نجحت كنت دايما بحس إن في تفصيلة دايما ناقصة ومحدش حكاها، ويمكن ده اللي خلى يبقى عندي دايما سؤال إن يمكن بس مجرد الظروف اتهيأت ليهم وخلاص. وكان دايما بينتهي التفكير جوايا بإن هو أكيد الظروف اتهيأت ليهم أو وقتهم كان أسهل ساعتها، أو يمكن في تفصيلة ومحدش حكاها، لحد ما قررت أبدأ في مجال البرمجة من أكتر من 6 سنين. من 6 سنين وزي أي حد سمعت بالصدفة عن مجال الفريلانسنج وإزاي تقدر تشتغل من البيت وكمان يجيلك منه دخل كويس، وكمان المرونة اللي بيقدمها وازاي تقدر تختار العملاء والمشاريع اللي تشتغل عليها. ساعتها قلت بس هو ده، انا هبدأ فريلانسنج. وبدأت أتعلم بايثون وأعمل أكاونتات على منصات الفريلانسنج. وبدأت أول مشكلة تواجهني وهي إن إزاي أقدر أجيب أول عميل. وبدأت أدور على النت وسط تدوير كتير وفرجة على فيديوهات أكتر اتعلمت إزاي أظبط البروفايل بتاعي وإزاي أقدر أكتب بروبوزل أو عرض سعر للعميل. وبدأت في رحلتي في إن أجيب أول عميل، وبدأت الرحلة بالفشل ومفيش ولا مشروع أخدته. المشكلة إن المشروع كان بيبقى مقدم عليه ناس كتير وكمان خبرتهم أكتر مني، فكان بديهي أصلا ما يتبصش على عرض السعر بتاعي. بدأت أفلتر وأدور على مشاريع تكون مناسبة أكتر للليفل بتاعي وما يكونش مقدم عليها ناس كتير، وحاولت أكون من أوائل الناس اللي تقدم على المشاريع دي. والحمد لله بعد أكتر من أسبوعين عرفت أجيب أول عميل ليا. بدأت المشروع والدنيا كانت ماشية تمام، وطبعا في النص واجهني شوية مشاكل زي إزاي أقدر أسحب فلوسي على حسابي. المهم البروجكت خلص وقلت بس أنا كده دخلت في الفريلانسنج والجزء الصعب عدى. وساعتها اكتشفت إنك تجيب تاني عميل أصعب أساسا من إنك تجيب أول عميل. طبعا خلصت المشروع والعميل ما كتبش ريفيو ولا اي حاجه اقدر استغلها في ان اجيب مشروع تاني. رجعت لنفس النقطه واني مش عارف اجيب مشروع، والمره دي وقت كبير عدى لدرجه اني فقدت الامل. بص انا عايزك ما تزهقش مني عشان لسه هقولك انا ازاي قدرت اشتغل مع عملاء كبار في مجالات مختلفه زي مجال الفتنس منهم انفورما وكوتش سام. المهم معرفتش اجيب اي عميل، وبدات افهم ان المشكله في ان جاي المنصات دي متاخر وان المنافسه كبيره جدا. قلت مش مهم وبدات ادور على منصات تكون المنافسه عليها اقل، بس مشكله المنصات دي من ناحيه عدد المشاريع فانت اصلا مش لاقي مشروع كويس تقدم عليه. فكرت ان العيب ممكن يبقى في اللغه اللي متعلمها، فتعلمت جافا سكريبت وبدات اعمل لنفسي بورتفوليو، وقلت ارجع اقدم من تاني كفول ستاك ويب ديفلوبر. وساعتها وقع قدامي بالصدفه فيديو بيتكلم عن الفريلانسنج عن طريق السوشيال ميديا وازاي انك تقدر تجيب عملاء عن طريق فيسبوك او لينكد ان مثلا. قلت اجرب، انا كده كده مفيش اي حاجه راضيه تجيب معايا نتيجه. وبدات ادور على الجروبات اللي بينزل عليها شغل المبرمجين، بس الجروبات دي حاجه تحسها سوق حرفيا. بس الموضوع كان اسهل شويه من ناحيه المنافسه، وفعلا بدات اجيب عملاء. وكالعاده وقعت في تاني غلط، وبسبب ان كنت لسه ببدا وبسذاجه مني كنت ببدا المشاريع من غير ما اخد دفعه فلوس او عقد يضمن لي حق. فاتنصب عليا شويه في الاول. قلت مش مهم اديني اتعلمت، وبدات اتعلم ازاي اقدر اسلم للعميل المشروع صح وكمان اضمن منه حقي. بس كان ساعتها المشكله اللي دايما حاصله معايا وهي ان يا اما المشاريع كانت مشاريع تقليديه يعني ما فيهاش فكره، يا اما العميل ولسبب ما بعد ما بيخلص المشروع مش بيكمله لاسباب مختلفه زي خطه التسويق مثلا. لحد ما بدات احس ان انا كده مش هتطور وهفضل في مكاني بلف في نفس الدايره وبدور على مشاريع اقدم عليها. بدات ادور ساعتها اتعلمت حاجه مهمه قوي، وهي اني اسال نفسي سؤال: هو انا بقدم ايه مختلف يخلي الناس اللي عندها مشاريع كبيره يحبوا يشتغلوا معايا؟ وفعلا اخدت استراحه وبدات اتعلم تقنيات جديده وفريم وركس مختلفه تساعدني ان انا اقدر ابني كاستم سوليوشنز تكون قويه. وبدات اعمل لنفسي ويب سايت. وفعلا ساعتها كان اكبر غلط بيواجهني هو اني ما كنتش عارف ازاي اقدر اوصل لعملاء كبيره، يعني كنت بستنكر فكره ان ادخل ابعت لهم. كان بيجي في بالي كلام دايما زي اصلا ادخل اقول لهم ايه يعني سلام عليكم عايزين ويب سايت. وفضلت على الوضع ده شويه لحد ما قررت ان اختار نيش اكون بحبه والمنافسه فيه مش كبيره. وانا بحكم اني بحب الجيم والبودي بيلدينج فقررت ان اختار مجال الفتنس في مصر. لقيت ساعتها ان معظم الاونلاين كوتشز في مصر ما عندهمش سيستمز تساعدهم في اداره العملاء او مودرن ويب سايتس، وفي منهم اصلا ما عندوش ويب سايت مع ان بيبقى عندهم حجم عملاء كبير. وبدات اشوف ايه ممكن يكون ناقص المجال ده في مصر واقدر اقدمه بشكل مختلف. وساعتها بس بدات ابعت مسج لحد انا كنت حابب اشتغل معاه، وبعت مسج فيها الحل اللي بقدمه. وانا بحب دايما اخلي الكلام في الماليات اخر حاجه واتكلم دايما في القيمه اللي انا اقدر اقدمها. ساعتها عرضت عليه انه يجرب الشغل معايا، ولو عجبه الشغل ساعتها بس يدفع فلوس، ولو ما عجبوش يبقى شكرا جدا ليه على وقته. الحمد لله الديل تم وبدات شغل على المشروع، وانا لاغي تماما من دماغي فكره الفلوس، وكل اللي شاغل بالي بس ازاي اقدر اطلع حاجه تكون كويسه. الحمد لله المشروع خلص والعميل عجبه الشغل جدا وقرر من نفسه انه يعمل لي ريفيو. هو عنده قاعده جماهيريه كبيره. ومن هنا جه في بالي فكره ان ابدا شركتي واللي تكون قايمه على الحلول الابداعيه والسلاسه في التعامل، ويكون فيها الطابع بتاعي وهو القيمه قبل الفلوس. سلام.